هذه العصا اللي محتفظ فيها من وراه، بحب أمشي فيها أتركز عليها زي ما أنا وياه بكينا نتركز على بعض. عصاه وبعض صور وأبناء يتذكرون رجلا كما تقول زوجته الحاجة أم فؤاد غير عادي، قادما من اليمن ينتمي لأكبر قبائلها قبيلة بني مراد. جاء عبد الله اليماني ابن 20 عاما إلى فلسطين محاربا متطوعا في جيش الإنقاذ العربي عام 1948. كان يحكي لنا دايما كيف كان يقاتل كان من الجماعة المتطوعين اللي اجوا من على فلسطين وانضموا لجماعة عبد القادر الحسيني وحاربوا في معركة باب الواد والقسطل، وكيف تصاوب وهو كان يحارب معهم، تصاوب مرتين. فارسا وشاعرا كان عبد الله اليماني يرتجل الشعر بلهجته اليمنية، لكنه لا يعيد القصيدة أبدا. أبيات قليلة استطاع أبناؤه تدوينها عنه. عوالة مطهر يا جميلين الأوصاف، إن شب نار الحرب زادوا شعلها. لو واحد حضر منكم في الوقت أو شاف، لتلة المنظار ضاقت بهلها. عاد إلى مأرب في اليمن بعد أكثر من 40 عاما من الغياب. فاستقبلوه استقبال أبطال، يعني إنه كيف أنت كنت تجاهد في فلسطين وبعد 55 سنة تذكرت برضه بلادك ورجعتها، يعني إشي رائع. وخاصة لما نعرفوا كان إنه يحارب مع الثوار وكذا هيك. تعددت الزيارات بعدها، لكنه عاد إلى بلاد تسكنه. إعمامي وأهله ترجوا إنه يضل في اليمن، فحكى لهم لا، أنا بدي أرجع أموت في فلسطين بالبلاد المقدسة. بعد شهر واحد على هذا الرد توفي اليماني في مدينة رام الله، تاركا خلفه فخرا تعيشه العائلة اليمنية الفلسطينية. مفتاح البيت هذا ظل معلقا على خاصرة المقاتل في جيش الإنقاذ العربي عبد الله اليماني، حاملا فلسطين معه في حله وترحاله. وهذه ساعة اليد التي توقفت مع نبض قلبه، لكن حلمه بفلسطين حرة لم يتوقف، وظل يتدفق في روح الأبناء والأحفاد. جيهان عوض من بيت المقاتل في جيش الإنقاذ العربي عبد الله اليماني، مدينة رام الله، فلسطين المحتلة.